سلام الحباب، كي بقيتو لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مبروك الشتيوه. نتمنى هاد الفيديو البنات يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله غنوجدوا شوربه بالبلبوله او بالشعير، كتجي زوينه ولذيذه وخفيفه بزاف، وكتوجد في اخر لحظه، ومزيانه البنات الناس اللي دايره الريجيم، الناس اللي عندهم كوليسترول، السكر، الناس اللي عندهم القولون العصبي، القولون ملتهب. كلها مزيان، كل هادشي كله مزيانه ليه هاد الشوربه. كنشدو جوج مطيشات البنات، كنحكوهم في الحكاكه الصغيره رقيقه كما كتشوفوا، كنزيدو عليهم 4 د الفصوصه حتى ل5 ديال الثومه، ماشي مشكل. بالنسبه اللي عندهم مشكل في القولون يقدروا يزيدوا عليها حتى القرعه خضراء ولا حمراء ولا اللي كانت، ماشي مشكل. كنساليوها البنات من الحكان ديال المطيشه وديال الثومه، كنزيدو زويته بلديه. بالنسبه لزيت البلديه البنات، من الأحسن طيبوا بزيت البلدية، حيت زيوت المهدرجة راها خايبة للصحة بزاف. هو غالي شوية، ولكن من الأحسن مثلا نضيف شوية، غير معلقة، وما نديرش الزيوت المهدرجة. كنضيف مليحة البنات، شوية السودانية، شوية ديال الخرقوم، شوية سكينجبير، شوية القزبر مدقوق. بالنسبة للبنات السودانية راها صحية بزاف، وعي جربوها وردوا عليا. راه بزاف د البنات قالوا لي لا، ما كطيبي بالسودانيه في الطعام، في المدهوصه، في هذا راه كتجي في شكل. لا البنات والله الا كتجي زوينه وراها صحيه بزاف. هنا البنات خليتها تشحرات شويه، زدت عليها ميها، زدت شويه ديال القزبر ومعدنوس مقرطين رقاق. البلبوله حيت انا درتها حتى لاخر لحظه، درت البلبوله كطيب في جهه وديك المرقه كطيب في جهه. اللي عنده اللحم يضيف اللحم مع ضيمات اولا طريفات ديال الدجاج، او اللي عنده شي حاجه يضيفها. هنا حيت راه ما بقاليش الوقت، انا ما ضفتهمش حيت خصك في الاول تسدي عليهم مع مطيشه حتى يطيبوا، عاد تزيدي البلبوله. صافي البنات كما كتشوفوا انا خليتهم حتى يطيبوا مزيان. البلبوله ضروري تطيب باش ما تضرناش في المصران. كما قلت لكم اللي عنده مشكل في المصران يقدر يزيد حتى قريعه خضيره اخرى. هنا البنات هاد الشكل النهائي ديالها، درت فوقها شويه ديال القزبر ومعدنوس مقردين رقاق، كتجي لذيذه البنات، جربوها وردوا عليا.